الأرض أنا أصر به وأسر. الذين كفروا. صباح الخير البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا لاباس. انا لاباس الحمد لله. مرحبا بكم في لاشين تاعنا. جيتكم بفيديو جديده، فيديو بزاف متنوعه. يعجبكم الفيديو خلوا لي جيم وكومونتير، وما تنسوش تشتركوا في القناه باش تكبر لمتنا. ويلا نبداو في الفيديو تاعنا. واول حاجه البنات نبدا بيها نهاري هي لازم نشرب قهوتي، ويكون السكات يعني يكون الهدوء هكا باش نخمم شا غادي ندير في نهاري وكيفاش غادي نفوت نهاري. واليوم في هذا الفيديو رانا نحكوا في موضوع جد مهم. نحب نهضر معاكم اليوم من قلبي لاي وحده راهي تسمع فيا، ونقول لك كلام كنت نحتاج نسمعه من بكري. بغيت نقول لك لازم تعيشي كيما تحبي ماشي كيما يحبوا الناس. حنا تربينا في وسط فيه بزاف كلمة عيب ماشي مليح واش يقولوا الناس. عشنا في محيط يبرمجك باش ترضي غيرك وتخافي من كلامهم. بصح انا نقول لك العيب هو انك تعيشي حياة ماشي حياتك. راكي ما جيتيش لهاد الدنيا باش ترضي الناس ولا باش تعيشي حياتك على مقاس. جيتي باش تكتشفي روحك، باش تعيشي على ذوقك، باش تلقاي راحتك. كاين ناس دائما راح يقولوا لك ماشي مليح ديري هكا ديك الحاجه، راكي كبرتي، لازم تقعدي، لازم تتزوجي، لازم تخدمي، ولازم تولدي، لازم لازم لازم. بصح انا نقول لك لازم الواحد هو تكوني مرتاحه مع روحك. ماشي كل وحده لازم تتزوج في سن معين، وماشي كل وحده لازم تخدم في منصب معين، وماشي لازم تاني كل وحده تكون ديما عجبة الناس. انتي وحدك تعرفي واش يفرحك، وحدك تحسي بالضغط بالتعب وبالفراغ دي فوا. وصدقيني الناس ما غاديش يعيشوا في بلاصتك وما غاديش يتألموا في بلاصتك، بصح يهضروا ويزيدوا يحكموا. نحب نقولك ماشي لازم تفهميهم وماشي لازم تفهمي روحك. كوني شجاعة وما تخليش الخوف من كلام الناس يحبسك. وبعد ما نشرب قهوتي اول حاجه نديرها هي نروح للصالون نمسح لي طابل تاعي باسكو مزاج ويرفدوا بزاف بزاف الغبره. ومن كينا ندير ايه قرانيه اللي نسمعها، ولا ندير اذكار الصباح يعني كل يوم صباح هكا، يعني منها رقيه للبيت. وحبيت نشارك معكم الوصفات تاعكم. هاد الوصفه تجي بزاف بنينه وتجي بزاف خفيفه، والاهم من ذلك انها توجد بالخف، يعني ما تديش معكم الوقت. دونك هاد الوصفه نحتاجو فيها 2 حبات بيض، نصف كاس سكر، نصف كاس زيت، ونصف كاس حليب، يعني سهله، نصف نصف نصف. وما ديك نزيدو لا فاني
ونزيدو كاس ونص تاع فرينه. يعني الفرينه على حسب نتوما، كاين فرينه اللي تشرب وكاين فرينه اللي ما تشربش. دونك انا جاتني كاس ونص، نتوما سا سبو تجيكم كاس وربع. ونزيد وحده فرفاره. ومن بعد نقطع يعني التفاح، شرائح التفاح اللي عندكم، يعني تاخد 2 تفاحات ماكسيموم، وندير لهم عصره تاع الليم ونديرهم فوق اي بلا يكون عندكم. انا اختاريت بلا دائري، من نتوما اي بلا يكون عندكم، والطريقه راهي موضحه في الفيديو. ونولوا الموضوع تاعنا، وكما قلت لكم كوني شجاعه وما تخليش الخوف من كلام الناس يحبسك ولا يسرق منك بزاف من عمرك. كوني بسيطة راقية هادئة، كوني كيما راكي، مام تكوني مجنونة نورمال. واذا غلطتي عادي، يعني كي نقول لكم اذا غلطتوا يعني على بالنا بلي كاين حدود من الغلطات، ولكن نهضر لكم يعني بصفة عامة. الا غلطتي عادي، تتعلمي من الغلطة تاعك، وهذيك الغلطة تولي لك درس يوم من الايام. واذا تبدلتي تاني طبيعي، ديجا الوقت راه يتبدل. بصح ما تفرطيش في روحك باش ترضي الناس. كوني نفسك قبل ما تكوني لأي واحد ولا لأي وحدة. كوني راحتك قبل ما تكوني رضاية الناس، وعارفي حدودك. دي هي، ونبغي أي وحدة منا تعيش لروحها، تعيش لنفسها، وما تقارن روحها بحتى حاجة ولا بحتى بإنسانة. يعني كوني لنفسك، دلي نفسك. يعني هاد الحياة راح نعيشوها مرة واحدة. نولو لا تاخت تاعنا. دونك كيما راكم تشوفوا هنا درت شرائح تفاح ودرت لهم عصره ليمون هكا باش هذاك التفاح ما يكحلكمش. وابخي هذاك التفاح يعني ديروه في الوجه تاع لا تاخت تاعكم. المول مش شرط يكون عندكم مول دائري، يعني حتى يكون عندكم مول مستطيل او مربع يعني عادي. انا اختاريت هذا المول اللي يكون دائري. ستفت هذوك الحبات، يعني هذوك الشرائح تاع التفاح من الفوق. وهنا من الافضل ديروا يعني سكر فاني هكا باش يعطيكم واحد الكو. و اون بليس دو سا غادي يحمر لكم هذاك التفاح، ما يخليش هكا بيان. وهنا نطلق التفاح هذاك باش يعطينا ان غو شباب. هنا ندير انا يعني هاد الخلطه تجي بزاف شابه في هاد لاطاغت، يعني تعطيها تزيد لها النص. اذا نحتاج فيها ملعقه صغيره مارغرين، ملعقه قرفه، وملعقه عسل. ندوبوهم في الميكرو اوند ونديروهم يعني ونطلوهم فوق التفاح ونخلوها ندخلوها للفرن. هنايا تديلكم حوالي 35 دقيقه. تشعلوا الفوق ومن الفوق، تقدروا تشعلوا لها المروحه اوسي، وتجيكم بنينه وخفيفه. سيوها، وعلى بالي غادي تعجبكم وشهيتكم في الجنه. وهنا ديتكم معايا في جوله باش نشوفوا لا ديكوراسيون. دروك راني نشوف الفيديو وتفكرت حاجه. سبحان الله، انا كي كنت في دارنا، كي كنت نخرج مع ماما شاك فوا تديني زعما دي بوتيك كومسا تاع ديكوراسيون. وشاك فوا نقولها ماما بزاف، شاك فوا ديكوراسيون صايره راكي معمره الصاله، علاش راكي باغيه تزيدي تعمري الصالون. اي ابري سبحان الله، انا من نتزوج دروك راني نبغي نموت على هاد لي بوتيك ولا هاد المحلات اللي فيهم ديكوراسيون. لو كان نصيب ما نخرج. افون كي كنت في دارنا دراهمي كانوا يروحوا غير في الماكياج وفي اللبسه، ودروك دراهمي راهم يروحوا غير في الديكوراسيون. قولوا لي اسكو نتوما كيما انا ولا غير انا؟ نخليكم تشاهدوا هاد المقاطع. Wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. Every day I drive my car to my little job and I find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah.
There's a song with your name as the title. Oh yeah. وهنا غير وصلت للدار دخلت ديريكتومون باش نوجد العشاء. دونك هاد الوصفه تعجبني بزاف باسكو علاش توجد فيت في، يعني بضع دقائق تلقوها وجدت. دونك انا غادي ندير الروز بالفواكه البحر. دونك شندير في الوصفه، ندير حبه بصل مقطعه، ندير الثوم ونزيد لها جزر مقطع وفلفل الاحمر مقطع، ونزيد التوابل. انا توابل هنا درت ملح، فلفل اسود، كركم، فلفله حمراء وقزبر يابس ولا عندكم قزبر يعني حشيش ديروه، ونزيد اي فواكه البحر يكون عندكم. انا هنا كانوا عندي ليمون. ومن بعد كينا نخليهم يتقلوا غايه حتى اللي نحس بلي هذيك لا كاروت وهذيك الفلفله شويه زعما تبالت. و ابخي كيما راكم تشوفوا واحد 5 مينوت هكا تطلق هذيك لا طوماطه، تطلق الماء تاعها، ونزيد لو غي. هنايا الروز كي يكون عندكم توجور ديروه في الماء، شلوه في الماء باش يطلع كاع هذاك النشا تاعه باش ما يجيش معجن. ومن بعد كي نديروه في هذه الوصفه هنا كل كاس تاع روز يقابله 2 كيسان تاع ماء، ونخلوهم يطيبوا وتشوفوا يجي حبه بحبه ويجي بنين بزاف بزاف بزاف. نقول لكم شهيتكم في الجنه، وما تنساوش تشتركوا في القناه.